كلنا بنعرف نعملها، بس النهارده هقول لكم على تريكايه. انسي بقى الطريقه القديمه، التريكايه ديت هتخلي البطاطس معاكي دايبه والفراخ شاربه من التتبيله تحفه جدا. يلا بينا نبدا، بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه كان معايا 6 حبات من الطماطم، 3 فصوص من الثوم، وحطيت عليهم قرن فلفل حراق، ممكن تستغنى عنه لو انت مش حابه، بس هو بيدي طعم حلو جدا وتست جميل. حطيت عليهم بقى نص معلقه من المرقه اللي هي البودره، حطيت عليهم كمان نص معلقه من البهارات بتاعه الفراخ، بتجيبها من عند العطار عادي جدا، وملح وفلفل، وحطيت ربع معلقه صغيره جدا من ال7 بهارات. وبعد كده حطيت عليهم كوبايه من الميه وضربتهم في الخلاط. 3 بصلات بقى هبتدي ابشرهم في المبشره بالسمك دوت، وبعد كده بقى احط عليها معلقه صغيره جدا من الفلفل الاسود، وهبتدي بقى امكس الحاجات دي مع بعض، ادعكهم كويس جدا كده مع بعض، واحط عليهم كمان معلقه صغيره من الملح، وهبتدي اقلبهم كويس جدا مع بعض كده لحد بقى ما تاخد من التتبيله كده. وبعد كده هجيب الفراخ بتاعتي طبعا منقوعه ومغسوله كويس جدا، هبتدي احط عليها البصل بتاعي كله. والتتبيله والطريقه دي حلوه جدا، البصل بيدي تسكيره كده للفراخ وبتخلي الطعم يخش جوه الفراخ، تحفه جدا. ببتدي بقى اجيب البصل بتاعي دوت واحشيه ما بين الجلد واللحم كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده هجيب 4 بطاطسات متقطعين حلقات بالشكل دوت، السمك نص ملي. وبعد كده هبتدي احط عليهم نص عصير الطماطم اللي انا عاملاه دوت، وبعد كده هبتدي ارص عليهم الفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي حلوه جدا، وبتخلي الفراخ شاربه من التتبيله كده واخده من طعم الفراخ كل حاجه، حتى كمان البطاطس بجد تحفه. هتبقى بقى معايا حبه بصل، هبتدي احطهم كده على الوش، لما بتدخل جوه الفرن بتدي طعم وتسكيره حلوه جدا. وبعد كده احط عليهم نص عصير الطماطم وادخلها بقى في الفرن. انا بصراحه على عين البوتاجاز كده من فوق لحد لما غلت، عشان خاطر كنت مستعجله بصراحه، لحد لما غلت والبطاطس ابتدت تخش في السوا حاجات بسيطه. بعد كده قمت مدخلاها في الفرن، اخدت اللون بقى الجولد ده، حلوه جدا بجد. وعايزه اقول لكم طعمها جميل بحرفيا، البطاطس مع كمان البصل دوت كلهم شاربين من بعض كده وداخلين في بعض، حاجه تحفه. طبعا بقى تقدميها مع رز ابيض، تقدميها مع رز بالشعريه، ممكن تاكليها مع عيش كده وبتنجان مخلل، برضو بتبقى حلوه جدا. اتمنى تجربوها واكتبوا لي في التعليقات بتعملوها بالطريقه ديت ولا بتعملوها بانهي طريقه.